أسعد الله حياتك. اسمح لي النهاردة أكلمك عن كتاب أنا قريته جميل جدا للفيلسوف الألماني العظيم آرثر شوبنهاور. الكتاب ده اسمه فن العيش الحكيم. شوف بقى يا سيدي، الكتاب ده بيقول لك إيه؟ الكتاب ده بيقول لك اهدى شوية كده وعيش حياتك بسلام وسعادة، وفكر في اللي أنت هتعمله. أنا عايز بس أكلمك عن بعض أفكار هذا الكتاب اللي كتبه هذا الفيلسوف العظيم. هو الحقيقة مش بيحب تزيين الحقيقة ولا بيبيع الوهم. هو بيقول إيه بقى؟ أول حاجة قاعدة بقولها لك: اهتم بالجوهر ولا تهتم بالمظهر. يعني خليك دايما دايما، خليك يعني تعرف ما هي قيمتك الحقيقية، مش في الملابس ولا العربيات ولا الفلوس، لا، في عقلك وفي أخلاقك. تاني قاعدة ذهبية بيقولها لك في الكتاب دي: كلما قلت رغباتك كلما زادت سعادتك. تالت حاجة بيقولها لك: ما تقارنش نفسك، لا تفسد حياتك وأنت تنظر لما في يد غيرك. كل واحد له ظروفه، رزقه وابتلاءاته. بيقول لك احذر المقارنة، احذر المقارنة. أهم حاجة بقى بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك ما تكرهش حد، ويعني اختار كويس مين اللي يبقى صاحبك ومين اللي يدخل في عالمك. ما تقتربش كثيرا من البشر، لانك انت يعني ليك دايما صفة بصمة خاصة بيك انت. اختار ما يناسبك. وبعدين بيقول لك من الحكمة بقى والتعقل انك ما ترفعش سقف توقعاتك ولا طموحاتك. يعني تجنب الافراط في طلب المتع، وما تقعدش تجري ورا الشهوات والملذات، لانها هتجيب لك الشقاء مش السعادة. الكتاب جميل جدا وانا قريته، حبيت اقول لك عليه. تحياتي، كل عام وانت بخير.